مع انهيار اسعار الدولار واسعار الذهب هنلاقي ان في كلام كتير جدا طلع الايام اللي فاتت ان خلاص التعويم الاسبوع ده او تحريك سعر صرف الجنيه الاسبوع ده خلاص. طيب احنا بقى هنتكلم في الحلقه دي، هل فعلا هيحصل فيه تحريك او تعويم الاسبوع ده ولا لا؟ طب لو هيحصل على كام؟ ايه العلامات اللي بتقول ان في فعلا ممكن حاجه تحصل الاسبوع ده؟ كل ده هنشوف مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد عسال في القناه اللي تخص البنوك. عايز افكرك ان انت لو مش مشترك معانا في القناه استاذنك تعملنا اشتراك في القناه لان ده بيدعم مجهودنا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. في علامات كده زي ما بنقول كده ان هي ما بين السطور، كلام ما بين السطور كده اتقال من تصريحات مسؤولين بيقول ان في خلاص التعويم جاي خلاص وهيحصل خلال الفتره ديت. طيب وفي كلام اتقال ان هو الاسبوع دوت. طيب ايه بقى العلامات دي؟ عندنا اول علامه معانا اللي هو تصريح المتحدث باسم رئيس الوزراء. المتحدث باسم رئيس الوزراء كان اتكلم كده في شويه كلام، بس خلينا نتكلم على ايه او الكلمه اللي اتقالت كده اللي هي ايه، بتقول ان خلاص الموضوع يعتبر قرب او شبه منتهي. بص معايا كده، اشار الحمصاني اللي هو خلال اتصال هاتفي مع الاعلامي عمرو اديب مساء امس الجمعه، قال لك ايه؟ ان تحريك سعر صرف من عدمه من اختصاص البنك المركزي. ده لما اتسال من عمرو اديب على ايه، هل هيتم تحريك سعر الصرف ولا لا، وقال لك ان دور الحكومه هي ايه؟ ان هي توفر النقد الاجنبي، اللي هو ايه، منوها بان الحصيله الدولاريه ستمكن الدوله من ضبط سعر الصرف والتوحيد. وقال لك ايه بقى مستشار محمد الحمصاني؟ قال لك بقى ايه، ان الدوله، ده التصريح بقى المهم قوي بقى، ان الدوله اصبحت مستعده لتوحيد سعر الصرف والبنك المركزي هو صاحب القرار المناسب. يعني بالبلدي كده احنا كحكومه علينا ان احنا نوفر لك ايه، الدولار، وفرنا لك الدولار، انت بقى خد القرار. بس هو ايه اللي عمله؟ ايه فعلا الدولار اتوفر. هتقولي طب ازاي؟ نيجي بقى اللي هو المؤشر التاني معانا. المؤشر التاني معانا ان فعلا الحكومه خلاص توفرت الدولار، ان هي استلمت الدفعه الاولى من صفقه راس الحكمه دي، خلاص دخلت يوم الجمعه. نلاقي كمان ان السيوله الدولاريه كمان ابتدت تتدفق. يعني هنلاقي مثلا بريتش بتروليوم كانت طلعت كده خبر ان هي خلاص بتستثمر في مصر 1.5 مليار دولار خلال الفتره اللي جايه. فخلي بالك شركات البترول ما كانتش بتستثمر قوي لان ما كانتش عارفه تطلع ارباحها بالدولار من مصر، فخلاص لقت سيوله، هتلاقي كله ابتدى يخش مصر. هنلاقي كمان كان في خبر كده ما خدش زخم كبير زي صفقه راس الحكمه. الخبر ده كان بيقول ايه؟ بيقول ان هو الحكومه استلمت 500 مليون دولار من بيع جزء من حصتها في الفنادق القديمه. لصالح مين؟ لصالح شركه تايكون. شركه تايكون دي اللي تابعه لطلعت مصطفى. فعندك ادي 500 مليون دولار غير الفلوس اللي دخلت من صفقه راس الحكمه، فدي سيوله حلوه جدا. هنلاقي من العلامات برضو اللي طلعت ان هي خلال الاسبوعين اللي فاتوا من اول ما تم الاعلان عن صفقه راس الحكمه، هنلاقي ان البنك المركزي المصري ابتدى يخاطب البنوك ان هي تبتدي تحصر الطلبات، الاعتمادات المستنديه والبضائع الموجوده المتراكمه في المواني عشان تبتدي ايه، تدخلها. خلي بالك النهارده لما تبتدي البضائع خلاص تخش، طب انت الطلب على الدولار في السوق السوداء هيقل طبعا مع الملاحقات الامنيه، خلاص مبقاش في طلب على السوق السوداء. فعشان كده هنلاقي ايه، هنلاقي ان في مؤشر كمان معانا ان سعر السوق السوداء، يعني سعر دولار السوق السوداء بقى اقل جدا جدا. يعني وقت تصوير الحلقه وصل 44 جنيه او 43 وكسور. فبنلاقي ان هو ايه، ده وقت تصوير الحلقه، انا لسه ايه عقبال طبعا ما نمنتج وهننزل والكلام ده ممكن يبقى ايه قل عن كده كمان. فاحنا بنتكلم وقت تصوير الحلقه وصل كام؟ وصل 44 جنيه. مع انهيار الذهب، هنلاقي انهيار الذهب، يعني الذهب برضو من ساعه اعلان الصفقه بتاعه راس الحكمه الذهب قل باكتر من 27%. هل في مؤشر تاني؟ المؤشر الاخير يعني اللي انا هتكلم عليه دلوقتي اللي هو ايه، ارتفاع قيمه الجنيه في العقود الاجله. يعني ايه العقود الاجله؟ اللي هي غير قابله للتسليم. انا النهارده تاجر هروح ايه، هستورد منك حاجه، هقول لك بص انا شايف سعر الدولار يعمل له قيمه 50 جنيه. فاحنا ايه، خلاص احنا لما نيجي نسلم البضاعه كمان مثلا 6 شهور او 12 شهر هنسلمه على كام؟ على سعر الدولار 50 جنيه. طب هو في السوق ب 60 جنيه، لا ماليش دعوه. طب هو في السوق ب 40 جنيه، انا خسران عادي برضو، الراجل اللي هناك مالوش دعوه، المهم احنا متفقين على سعر. طيب الاتفاق بقى كام او وصل كام؟ وصل 50 جنيه بعد ما كان 62 جنيه من اسبوعين للدولار طبعا الواحد. فطبعا ده رقم يعني هبوط سريع جدا. طيب هنلاقي كمان ايه، هنلاقي لو بصينا كده هنلاقي ان من اسبوعين هنلاقي ان كان يوم اعلان صفقه راس الحكمه كان دولار السوق السوداء ب 72 جنيه. وفي نفس اليوم وصل كام؟ وصل 65 جنيه. بعديها بيوم وصل 60 جنيه، ابتدى ينزل 58 55 50 48 44 اللي هو بتاريخ اللي هو تصوير الحلقه. فدي كانت رحله ايه، هبوط الدولار. طيب
الكلام بقى هنا ايه اللي هو بقى الجدل اللي طالع دلوقتي، امتى بقى هيتم التعويم؟ اقول لك التوقع الاول بتاع جولدمان ساكس. جولدمان ساكس كانت بتجاوب على الموضوع ده وقالت لك ايه، قالت لك توقع اهو جولدمان ساكس ان يتم تخفيض قيمه الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس. يعني الصندوق ايه هيعتمد هنا على 3 مقاييس، وهو ايه؟ وهو بيديك الكارد. انت عارف ان الصندوق هنا بيصرف لك شرايح. طيب اول حاجه هي عدم وجود علاوه على السوق الموازيه. يعني ايه؟ السعر في البنك مش اقل من السوق الموازيه بكتير جدا جدا. الحاجه الثانيه ومهمه جدا بالنسبه لهم عدم وجود تراكم لطلبات العملات الاجنبيه. الحاجه الثالثه حجم نشاط السوق بين البنوك اللي هو ايه الانتر بنك. جولدمان ساكس توقعت ان هو ايه يعني هيوصل سعر الجنيه للدولار الواحد 45 جنيه بعد ان هو لما يتخفض. توقعاتنا امتى؟ يعني انا اتوقع ان هي ممكن تبقى اخر الاسبوع ده او في نص رمضان. طيب ليه اخر الاسبوع دوت؟ لحد بس ما ايه ما يبتدي يمشي اللي هو دولار السوق السوداء يمشي بنفس الوتيره. في يوم لما البنك المركزي يعاوم ما يعاومش بالرقم الكبير، يعني ما يعاومش مثلا بكلام جولدمان ساكس ب 45، يعني ما ينفعش اصلا يبقى هو سعره في السوق السوداء عامل دلوقتي 44 وانا اروح اعاوم ب 45، هعاوم يعني اعلى من السوق السوداء؟ لا. فالنهارده ايه هفضل انزل، يعني توقع البنك المركزي ممكن يكون مستني اسبوع يبتدي ينزل لحد 38 35 يوم معاهم على 35. فلما يطلع من 31 اللي هو 30 99 يعني او 30 98، لما يطلع من 30 98 يعتبر 31 جنيه ل 35 جنيه مش رقم كبير قوي. ال 4 جنيه دول مش رقم كبير جدا، غير لما كان في تصريحات كانت بتطلع من مسؤولين كبار في مجلس النواب كان بيقول لك احنا شايفين البنك المركزي المصري يعاوم على 60 جنيه، رقم كبير جدا. لما يطلع هيطلع الضعف يعتبر. ده كده كانت كل التفاصيل عن المؤشرات او الكلام اللي هو بين السطور ان امتى هيتم التعويم او تخفيض الجنيه. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت. لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان اكتر الناس تعرف المعلومه. تنساش تعمل اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس. اشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.